نرجع بقى تاني لموضوع المطورين العقاريين. القصة وما فيها انه في اسماء كبيرة، في اسماء ضخمة. يعني انا شايفة بصراحة ان في حاجة تحصل كده انا من جوايا مبسوطة ليها، وهي ان في ذكاء حاد في الموضوع. انا مش هقدر اقوله علنا يعني الصراحة، بس انا شايفة انه في بعض الاراضي اتباعت بارقام لناس ما كانتش المفروض تبقى موجودة في مصر. هما اتأخروا واحنا كمان بنتلكك كشعب يعني او كمصريين، فقلنا نسحبها بقى. ها يعني اكيد الناس هتفهمني. يعني انا ارجع واقول يا كلاينت يا مستر كلاينت، من فضلك قبل ما تشتري اي حاجه اتاكد. انا يوميا بيجيلي كميه داتا ناس عايزه تبيع مش بشتغل عليها، مش بقدر اصرح بشكل رسمي للي بيكلمني لان هو حرام، بيدفع اقساط وعايز يبيع، وهو قد يكون متعثر او قد يكون ان هو مش عايز اليونت دي وعنده التزامات اخرى. انا